هل تصدقوا ان احنا بنعيش حياتنا وسط زحمة من الاعذار؟ زي مثلا ممكن نقوله ظروف، الناس، المشاكل. كأننا بالظبط كده عاملين زي الضحايا اللي هم محبوسين في قفص لكن من صنع ايدينا. لكن عارفين القفص ده مفتوح ومفتاحه عندك انت. المشكلة مش في الظروف اللي احنا بنمر بيها. المشكلة الأساسية في رؤيتنا ليها وفي إرادتنا لمواجهة نفسنا أولا. عشان كده خليني أبدأ معاكم حسب القصة أو حسب الرواية اللي توضح لنا المعنى اللي احنا عاوزين نقوله. تخيلوا معايا إن في قلب الغابة كان في طائر صغير طول عمره عايش على شجرة واحدة. كل يوم بيشوف الطيور التانية وهي بتسبح في السماء، بتقطع مسافات بعيدة وبتشوف أماكن جديدة. لكن هو كان خايف يطير وفاضل مكانه، وبيقول لنفسه إن أنا مش قادر، ده الجو النهاردة حر، ده حتى أنا لو طلعت بره الشجرة دي ممكن يكون الجو بره خطر. كان دايما بيستنى فرصة تجيله تلقائيا، لكن الأيام كانت بتجري وهو لسه مكانه. يوم من الأيام جت عاصفة قوية خلت الأشجار تتزلزل وكل الطيور اضطرت تطير بعيد. الطائر الصغير دوت اتعرض لأول مرة لخطر حقيقي في حياته، إما أن يقرر أن يطير أو يقع على الأرض وينتهي أمره. في لحظات ما قال لنفسه خلاص، لو هموت هموت وأنا بحاول. وبكل قوة دفع جناحه لأول مرة وطار. ده مش بس طار، غير انه اكتشف ان الجو بره اصلا ما كانش حر زي ما متخيل، ولا كان في خطر اللي هو كان في عقله. وشاف سما واسعة وافق جميل منتظره ان هو ينطلق ويغير حياته. عشان كده عايز اقول لك بلاش تعيش دور الضحية. وكل ما تفكر انك ضعيف او صغير او مش قادر لازم تقول لنفسك ان مش مهم الاسباب، المهم ان انا ابدأ. عشان كده خليني ابدأ معاك من منطلق القصة دي واقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيصحيك كل يوم من النوم وبيديلك روح جديدة، يعني كأنه بيقول لك يلا ابدأ من جديد. لكن ايه المشكلة؟ المشكلة انك مش سامع الصوت ده. انت بس مركز في الظروف، مركز في الناس، في اللي قالوا كذا واللي عملوا كذا. لكن الحلول مش فيهم، الحلول عندك انت. عشان كده عاوزك تتخيل معايا ان حياتك ديت عاملة زي سفينة في بحر عاصف. انا بديلك بعض الامثلة عشان اوضح لك الظروف اللي انت فيها ديت. ممكن تكون انت دلوقتي حاسس بغم او حاسس بكرب او حاسس بظلم، لكن انا بديلك بعض الكلمات في الحلقة ديت مش عشان ان انت يعني ارفع عنك ولا اعلم من روحك المعنوية ابدا. انا بعيشك الواقع بتاعك اللي انت المفترض تعيشه وتشوف الحياة صح. عاوزك تتخيل معايا ان حياتك دي زي السفينة في بحر مليان عواصف. لو السفينة دي مش محكمة او القبطان مش مركز هيغرق وهتغرق مع السفينة. لكن لو القبطان ده بيعرف يتحكم ويواجه الأمواج هيعدي بأمان. انت برضو القبطان هنا، وانت المسؤول عن السفينة ديت. عشان كده عندنا بعض الأفكار لو طبقناها في حياتنا احنا نقدر نخرج من حالة اليأس دي، نقدر نخرج من حالة الإحباط اللي احنا بنمر بيها، ونقدر نتحرك. انت قاعد مكانك ثابت بتفكر ان النهاردة زي بكرة، بكرة زي بعده، ومفيش تغيير أبدا في حياتك. شايف ان الحياة ظلمة، شايف ان الناس حوالين منك هم اللي بيحبطوك، شايف ان الدنيا كلها ماشية ضدك. لكن الاشكالية كلها زي ما قلت لك كده في بداية الحلقة ان في طريقة تفكيرك ومواجهتك للظروف. عشان كده انا قلبي عليك، عايزك تخرج من اللي انت فيه دوت. نفسي الايام اللي بتمر بيها الصعبة اللي عاملة لك احباط نفسي ديت لما تيجي فيما بعد انت تتبع بعض الخطوات اللي تخرجك منها. ممكن تزعل على حالك اللي انت ليه كنت سايب نفسك الفترة دي. عشان كده اول حاجة لازم تفهمها ان كل ما تلوم الظروف او الناس بتفضل ضحية. والضحية دايما بيقول دي مش غلطتي، ده الناس هم اللي مش كويسين، ده الحياة ظلمة. لكن الحقيقة انك انت المسؤول الاول عن حياتك. فلو كنت مستعد تشوف نفسك بشكل مختلف هتقدر تبدأ التغيير الحقيقي. عشان كده لابد ان انت بداية تقول لنفسك انك انت المسؤول الاول عن حياتك. لازم تقول لنفسك الكلمتين دول. وعاوزك تقف قدام المراية وعاوزك تشوف الشخص اللي قدامك وتسأل نفسك هل أنا عايش الحياة اللي نفسي فيها؟ وانتي تعملي نفس الموضوع، اقفي قدام المراية، بس بدل ما تشوفي نفسك وتظبطي حالك شوفي وضعك اللي انتي واصلاله واسألي نفسك هل أنا أستاهل الحياة؟ هل المنظر اللي أنا شايفاه دوت هو ده اللي أنا عاوز أشوفه؟ لو كانت الإجابة لأ، يبقى الوقت اللي هتغير فيه حياتك هو من دلوقتي. بلاش تفكير انك ضعيف او مش قادر. قول لنفسك مش مهم الاسباب، المهم ان انا ابدأ من هنا. الحياة ديت عاملة زي مباراة كرة القدم.
لو الفريق كله واقف يتفرج على الكورة ولا حد بيجري يجيبها هتخسري المباراة. انت لازم تكون اللاعب اللي بيجري وبيتحرك، حتى لو في اول الامر بيتعثر وبيقع مش مشكلة، طالما بتجري هتقدر تكسب. وده اللي يخليني اقولك برضو انك لازم تغير عقلك وطريقة تفكيرك. الفكرة هنا ان عقلك هو اللي بيوجه كل حاجة بتعملها. لو عقلك فاكر انك ضعيف او ما انتش قادر هتفضل مكانك مش هتتغير ابدا. لكن تعرف لو غيرت طريقة تفكيرك وبدأت تشوف نفسك شخص قادر ومستعد، هتبدأ تشوف نتائج مختلفة. وهنا الخطوات أنا عاوزك تكتب كلمات إيجابية في دفتر حتى لو كانت صغيرة. مثلا أنا قادر، أنا مستعد، أنا هحقق اللي نفسي فيه. عاوزك كل يوم قبل النوم اقرأ الكلمات دي بصوت عالي عشان عقلك اللاواعي يبدأ يصدقها ويترجمها لأفعال. تعرف ده حتى لما تصحى من النوم قول لنفسك أنا جديد، اليوم ده مختلف. التشبيه هنا اللي عاوز أعرفه لك إن عقلك بيكون زي بذرة في الأرض، لو انت زرعت فيها الخوف والسلبية هتنبت شجرة مليانة بالمشاكل. لكن تعرف لو زرعت فيها الأمل والإصرار هتطلع شجرة كبيرة بتضللك وتساعدك تحقق أحلامك. أنا مش بديلك كلام تشجيعي في الحلقة دي، أنا بديلك خطوات مدروسة. عاوزك تفكر في الكلام ده مرة واتنين وتلاتة، مش عايزك تسمع الفيديو يمر عليك مرور الكرام. عايزك تبدأ الخطوات دي تكتبها لي في ورقة وقلم وتبدأ يوميا تعملها عشان ان شاء الله تتحسن وحياتك كده تبقى في احسن حال من اللي انت فيه حاليا. وتعالى ادخل بيك على المرحله الثالثه، وهي انك عاوزك تبدا في حياتك دي بخطوات صغيره. عارف الفكره فين؟ ان التغيير مش لحظي. الناس مفكره ان في يوم وليله هيتغير، يبقى هنا من الصبح احنا هنزرع الشجره وتاني يوم هنحصد. هي بالمنطق اصلها هي مش كلمتين يعني. فلابد ان انت تفهم ان التغيير ماله مش لحظي. الناس اللي بتقول مش جاهزة او ما عنديش وقت او مش وقت التغيير دلوقتي، ده انا بس قدام مني اعمل شوية حاجات الاول، دول بيضيعوا الفرص لانهم مش عارفين يبدأوا. لكن الحقيقة ان التغيير بيكون اسهل لما تبدأ بخطوات صغيرة. طب ايه الخطوات الصغيرة اللي انت ممكن تعملها؟ انا عاوزك تحدد هدف صغير تبدأ فيه. فمثلا لو عاوز تقوي صحتك يا سيدي ابدأ ب5 دقايق رياضة، 5 دقايق في اليوم بس. لو عاوز تطور نفسك اقرأ صفحة واحدة من كتاب يوميا، صفحة واحدة مش هتاخد معاك دقيقة بس انت اقرأها. لو عاوز تحسن وضعك المالي ما تستغربش لما اقولك ابدأ وحط جنيه واحد او دينار واحد، او شوف العملة عندك ايه اصغر شيء، حط منها حاجة او 2 يوميا في محفظة توفير. كل يوم بتعمل فيه حاجة صغيرة بس هتلاقي نفسك بعد فترة طويلة قطعت شوط كبير. عارفين الموضوع ده عامل زي ايه؟ زي بالظبط كده الشخص اللي هو بيبني بيت، مش هيبني البيت مرة واحدة، انت لازم بتبدأ بالأساس وبعدين بتبني الطوب وبعدين السقف. كل خطوة صغيرة بتقربك للهدف اللي انت عايز توصله. عشان كده بعد ما تعمل الخطوات اللي فاتت ديت انتقل بيك للخطوة الرابعة، وهي انك لا تستسلم للخوف. وهنا هوضح لك الفكرة. الخوف هو العدو الحقيقي للتغيير عشان تكون فاهم. الناس اللي بيخافوا يحاولوا دول بيقفوا مكانهم، هيفضل محلك سر مش هيتقدم ابدا. لكن الحقيقة ان الخوف مش بيزيد غير لما نستسلم ليه. فلو حاولت تواجهه هتلاقيه بيزيد في الاول لكن بعدين بيختفي. طب ايه الخطوات اللي ممكن تعملها عشان انت ما تستسلمش للخوف؟ لما تخاف قول لنفسك ليه اخاف؟ هو انا جربت اتحرك؟ ولو لقيت مثلا نفسك بتقول مش قادر قول انا هحاول، ولو فشلت هبدأ من تاني، ما عنديش مشكلة ابدا. استخدم الخوف كمحفز بدل ما يكون حاجز ليك. عارفين الموضوع ده تشبيه زي ايه؟ الخوف ده بيكون زي ضلك بالظبط، كل ما تمشي بيمشي معاك، لكن لو وقفت الظل ده هيقف. وده معناه انك لو استمريت تتحرك الخوف مش هيوقفك ابدا. وتعالوا ننتقل للمرحلة الخامسة الجميلة اللي ممكن برضو تساعدنا على الخروج من الحالة النفسية اللي احنا بنكون فيها دي، وهي انك تعمل لك شبكة دعم. الفكرة الأساسية هنا ان المشاكل والتحديات اللي بتواجهك مش لازم تواجهها لوحدك. تعرف لو في ناس حواليك بتدعمك هيساعدوك تستمر. الناس دي ممكن تكون أصدقائك، أهلك، أو حتى مجتمعات صغيرة. الخطوات اللي ممكن تعملها: اطلب المساعدة من الناس اللي بيحبوك. مثلا لو عاوز تبدأ مشروع اسأل صاحبك اللي عنده خبرة. شارك تجاربك مع الناس اللي بيحبوك أو اللي بيتمنوا لك النجاح، ده حتى لو كانوا بيقولوا عليك إنك شخص غريب مش مشكلة. عاوزك تعرف ساعتها إن الغرابة دي هي اللي هتوصلك للأفضل. لو لقيت نفسك وحيد اعمل شبكة دعم لنفسك انت، ما تستناش حد. زي مثلا تنضم لمجموعة من الناس بتحب تعمل نفس اللي انت بتعمله،
عارف التشبيه اللي انا بقوله لك اللي هو شبكة الدعم ده بيكون عامل زي ايه؟ الدعم دوت زي الحبل اللي بيخلص الغريق. لو في ناس معاك هيساعدوك تطلع من البحر العاصف دوت، لكن لو لقيت نفسك وحيد اعمل حبل بنفسك وابدأ ساعد نفسك بنفسك في اللحظة دي. وهنا عاوز انتقل بيك للمرحلة السادسة، وهي مرحلة مهمة، وهي انك تراجع نفسك باستمرار وتعرف ازاي تراجع نفسك. الفكرة هنا لو مش بتشوف ادائك وتطورك ممكن تضيع في الطريق. المراجعة هنا فايدتها انها بتخليك تركز وتتأكد انك ماشي في الاتجاه الصح. الخطوات اللي تعملها عشان تعرف تراجع نفسك انك كل اسبوع اسأل نفسك انا عملت ايه؟ انا اتغيرت ولا لسه ما اتغيرتش؟ او لو حصل عندي تغيير، التغيير ده حصل ازاي؟ هل يا ترى انا قريب من هدفي ولا انا لسه بعيد؟ الاسئلة دي لازم تسألها لنفسك. لو لقيت نفسك مش متقدم مش مشكلة ابدا، المهم انك تراجع وتبدأ تاني، ما عندكش اي مشكلة. اكتب في دفتر ملاحظاتك الاشياء اللي نجحت فيها والاخطاء اللي انت وقعت فيها عشان تتعلم منها. المراجعة اللي انت بتعملها دي عاملة زي البوصلة، لو مشيت بدون بوصلة ممكن تضيع، لكن لو شفت البوصلة كل فترة هتعرف الطريق الصح. في النهاية عاوز اقولك ان بالرغم ان الحياة مش سهلة لكنها مش مستحيلة. انت المسؤول عن نفسك وانت اللي هتغير حياتك. لو بدأت النهاردة بعد سنين من دلوقتي هتقول لنفسك انا كنت خايف ليه، وهتقول لنفسك هو انا كنت واقفة ليه اصلا. عشان كده قول لنفسك دلوقتي خلاص مش هفضل مكاني، انا هبدأ وهمشي، ولو وقعت هقوم تاني. في الاخر لابد ان انتوا تكونوا فاهمين شيء مهم، ان الدنيا دي زي الجبل العالي. اول ما تبدأ تطلع هتشعر بتعب في الاول، لكن كل ما تطلع اعلى هتشوف منظر احلى. ابدأ دلوقتي وواصل المشوار.